ووصلنا للحلقة السابعة من سلسلة نووي. النهاردة مش هنتكلم عن مفاعل اتبنى، ولا عن قنبلة اتجربت، ولا حتى عن مشروع اتضرب. حلقتنا بعنوان أكشن نووي القذافي، الحلم اللي اتبخر والفضيحة اللي اتعرت. هو القذافي كان عايز قنبلة ليه أصلاً؟ في الثمانينات والتسعينات كان معمل القذافي مشروع زعيم بحجم كوكب، عايز يعمل وحدة عربية أفريقية إسلامية ويلبسها بدلة نووية ويقول للعالم: نحن لسنا عبيداً لأمريكا، إحنا كمان عندنا قنبلة. القذافي كان شايف إن امتلاك السلاح النووي يساوي قوة، هيبة، حصانة، وخاصة بعد قصف أمريكا لطرابلس وبنغازي سنة 1986. فقال لنفسه: لو ما عنديش سلاح نووي هيعملوا فيا زي ما عملوا بصدام. طيب، بدأوا إزاي؟ كان في مفاعل نووي في ليبيا فعلا؟ لا، مفيش مفاعل نووي حقيقي لتوليد الطاقة أو التشغيل العسكري، لكن في شوية حاجات حصلت. مفاعل بحثي صغير في تجراء قرب طرابلس اتبنى بمساعدة الروس في الستينات. في الثمانينات القذافي حاول يشتري مفاعل نووي كبير من الصين، بس الصفقة وقفت. وبعدين قرر يلعبها سري، يجيب أجهزة طرد مركزي، يهرب يورانيوم منخفض التخصيب، ويبني برنامج سري لتخصيب اليورانيوم. بس كل ده كان على نار هادية جدا وضعيفة جدا وعشوائية جدا. طيب، البرنامج النووي الليبي في الواقع كان إيه؟ في التسعينات ليبيا بدأت تتعامل مع شبكة عبد القدير خان، عالم باكستاني ومهندس القنبلة النووية الباكستانية. والشبكة دي كانت بتبيع تكنولوجيا نووية بالكرتونة، أجهزة طرد مركزي من نوع P1 و P2، تصميمات قنابل نووية جاهزة، تعليمات تشغيل. ليبيا اشترت من الشبكة دي كميات مهولة من المعدات والرسومات، وبدأت تشتغل في منشآت سرية في الصحراء، لكن من غير أي بنية حقيقية لصناعة نووية متقدمة. يعني كان عندهم معدات بس مفيش دماغ علمي ولا قدرة تشغيلية. طيب، أمريكا وأوروبا عرفوا إزاي؟ في 2003 أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية كانوا بيتابعوا حركة شحنات غريبة رايحة ليبيا من ماليزيا عبر دبي. وبعدين سفينة اسمها BBC تشاينا اتوقفت في طريقها، ولقوا فيها مكونات أجهزة طرد مركزي، أجزاء تخصيب نووي، وكتيب تعليمات نووية. يعني العالم كله اتصدم: إيه ده؟ ليبيا بتجهز قنبلة نووية سراً؟ القذافي فجأة يسلم نفسه. بعد فضيحة الشحنات والعزلة الدولية وضغط أمريكا وبريطانيا، ومع غزو العراق اللي حصل له قدام عينه، القذافي قال: أنا مستعد أوقف البرنامج النووي وتعاون بالكامل. وفجأة سنة 2003 القذافي أعلن تنازله الكامل عن أي نشاط نووي عسكري وكل المعدات اللي حصل عليها، وسمح بتفتيش كامل للوكالة الدولية للطاقة النووية. وطائرات أمريكية شحنت من ليبيا أجهزة طرد مركزي، صناديق فيها أقطاع تخصيب نووي، حتى النماذج الأولية لتصميم قنابل نووية، وملفات من نوع كيف تصنع قنبلة في البيت ب5 خطوات. يعني حرفياً القذافي سلم كل أوراقه. طيب، إزاي كانت فضيحة؟ لأن البرنامج ده كان سري تماماً، مفيش عليه رقابة دولية، ووصل لمستوى شراء معدات لقنبلة نووية. يعني لو مفيش حد كشفه كان ممكن ليبيا تستمر في تطوير البرنامج وتفاجئ العالم بعد كام سنة بقنبلة جاهزة. والمثير أكتر إن ليبيا كانت أول بلد تعترف علنياً إنها كانت بتحاول وسلمت كل حاجة بنفسها. طيب، هل كان ممكن يوصلوا القنبلة فعلاً؟ نظرياً، مع الدعم من شبكة عبد القدير خان، ولو اشتغلوا 10 ل 15 سنة بتركيز ممكن. فعلياً لا، لأن المعدات كانت متفرقة ومش متركبة أصلاً، والكوادر العلمية ضعيفة، والمفاعل البحثي ما ينفعش للبلوتونيوم، والبنية التحتية أقل من المتوسط بكتير. يعني ليبيا كانت بتحاول بس ماشية بالعافية. طيب، الغرب كافئ ليبيا؟ بعد ما ليبيا سلمت برنامجها حصل الآتي: أمريكا رفعت العقوبات تدريجياً، الشركات الأوروبية رجعت تستثمر في النفط، القذافي بدأ يتعامل مع زعماء العالم كصديق مش كالراجل اللي لابس خيمة في الأمم المتحدة. رجع من عزلة دامت 20 سنة.
بس سنة 2011 قامت الثورة الليبية، والناتو اتدخل، والقذافي اتقتل، والبلد دخلت في فوضى. والسؤال اللي طلع بعد كده، لو القذافي كان احتفظ بالنووي، هل كان مصيره هيبقى مختلف؟ الخلاصة: عنصر ليبيا عندها مفاعل والحد بحثي صغير، برنامج تخصيب نعم بدائي وسري، معدات قنبلة تم شرائها من الخارج، تصنيع فعلي لا ما وصلوش. النتيجة اعتراف وتسليم طوعي في 2003. ولو عجبتك الحلقة سيب لايك واعمل سبسكرايب علشان الحلقة الجاية هتكون عن القنبلة الباكستانية. سلام.